السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ شتي وهذا الصباح هذا ربي يرحمنا، الله يعطيها لنا على قد النفع، والله الا فرحانين. المهم انا هنايا وجدت واحد الكيك ديال اللبن وجدته البارح، واليوم البنات رانا كنقادو لكم ونحطو لكم ديال اللبن ساهل وزوين. هذا الكيك هذا ديال اللبن. المهم في المقادير عندي 3 البيضات، ساشيه فاني، كاس ديال السنيده د العنبه، كاس ديال اللبن 150 ملي، يعني اكثر من الكاس ديال السكر، والكاس اللي نعبر به السكر نعبر به الزيت. ندير دوك 3 البيضات تما كاملين. انا هرست ديك البيضه وصحابي بديت كنصور، كنت باقا ما حطيت الكاميرا ولكن ما صورتش ليا. المهم هنا 3 البيضات، قبيصه ديال الملحه، واحد الساشي فاني، وغنطرب كلشي غير بالطراب اليدوي. من بعد كنزيد كاس ديال الزيت، الكاس اللي عبرت به يعني السكر غنعبر به الزيت بلا ما نوسخو كاع الكيسان. المهم اللبن يكون زايد على الزيت، ويكون زايد على السكر. اللبن انا درت غير ديال الحانوت، نتوما الا كان عندكم ديال العبار ديروه يكون احسن باش كتجينا كيكه محمضه كتجي زوينه. اللبن ديال الحانوت كنعرفوا ما كيكونش يعني ما كيكونش حامض، كيكون حلو، ولكن حتى هو راه كتجي كيتسمى اللبن. المهم اللبن صافي. هنايا من بعد غنزيد كاس ديال الزيت، خويت السكر وخويت تما داك الكاس عمرته بالزيت، ما عمرتوش بزاف. الزيت واخا يكون ناقص البنات على السكر وعلى اللبن يعني يكون احسن. بغيتو ديروا قد قد ديروا قد قد، ولكن اللبن راه زايد، الكاس راه زايد. صافي هنايا نخوي داك اللبن ما يكونش في الثلاجه، انا جبته من الحانوت وخليته تقريبا واحد 4 ولا 5 ساعات حتى يعني حتى اخذ الحراره ديال الكوزينه ديال المطبخ، عاد خدمت به. صافي هنايا وعمدا نزيد في الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات انا تقولوا علاش ما عبرتيش الدقيق، تعمدت ما نعبروش. كما قلت لكم في واحد المره درت معكم واحد كيكه، كنت جالسه مع ليا ما بيا وتنضت كندير في كيكه، يعني ما صافي ما بقاليش باش غنعبر بالكيسان وهذه صافي خدمت كيك عادي. وبالنسبه لي انا دائما كنخدم الكيك بلا كيسان، غير ملي كنبغي نصور اللي كنحط لكم داكشي يعني معبور. حتى هنايا البنات هاد الكيكه نخدمها يعني ما نديرش الكيسان، انا نخدم عيني ميزاني، وانتم عاد تشوفوا القوام ديالها وكيجي يعني فحال اللي كديروا الكيسان او المعلقه. هنايا عندي 2 خنيشات ديال الخماره، غنخويهم تما بديك الغربال. مع دابا كتكون كيبرد الحال كتكور لنا ديك الخميره. انا هنايا راه كنمونطي لكم هذا الفيديو كنقادو كنوجد في الفطور، وصبح ليا الكيك غنفطر بها البنات، كيجي زوين في المذاق، ما كتجيش فيه ديك الطيبه ديال اللبن خايبه ولا هذا، ما كتجيش فيه كاع في خطره. المهم هنايا راه كنبقى نزيد في الدقيق حتى كيتقاد ليا الخليط، حتى كيتقاد. راه ساهل البنات باش تخدموا الكيك بهذه الطريقه، والله حتى ساهل، يعني ساهل على الكيسان. يقدر شحال من مره هكا كنحط يعني الوصفه هي هذيك، ولكن تقدر الطحين يكون كيشرب. واخا عاد ديري القياس اللي درت انا يقدر يكون الطحين كيشرب وخصك ديري اكثر، وانتي عايز صحابك الا درتي داك 2 كيسان او 3 صافي الكيك هو هذاك. بالعكس بحال الحاجه ملي كنمشيو نشريوها من الحانوت. بحال دابا انا مره اخرى مشيت شريت العلبه ديال الطون، مع شنو كنت غنصور، وهي فيها التاريخ باقي حتى ل 2026. ملي حليت العلبه ديال الطون لقيتها خاسره، هي التاريخ باقي فيها بعيد وهي خاسره. وكذلك ومثال يعني انا نحط لكم داكشي بالعبار، انا كنحط ما عنديش مشكله، انا غير مره كنخدم بهذه الطريقه. ولكن هكا انا بالنسبه لي الطريقه احسن بالنسبه للناس باش كتعلم. وما بقينا يعني اي حاجه بالعبار ما عمرنا نتعلموا، يعني بحال اللي كانوا كيديروا مواتنا او جداواتنا شحال هذه كيخدموا عينهم وميزانهم وكيجيهم تبارك الله ما شاء الله داكشي رائع. دابا راه شحال من حاجه كتخدم بالعبار وما كتعطيش واحد النتيجه اللي كتكون مرضيه. المهم هنايا كنصايب كنخلط في الكيك ديالي، كنبقى راه باين، راه الكيك راه باين ما خصوش يكون ثقيل وما يكونش يعني قاصح، باش ما حيت لا كان قاصح يعني ثقيل غيطلع وغيبقى مدقص من الداخل. الكيكه راه طلع ماشي ما طلعش، هي راه طلع ولكن غتبقى مدقصه من الداخل. ولا كان خفيف راه غيطلع وغيهبط صافي. من يهبط يطلع لك الكيك ويهبط عارفيه من الطحين. وثالث حاجه باش ينجح معاك الكيك 100% ما تحليش الفران ما يتحلش. شعلي البوطه من التحت، شعلي انا كنطيب البوطه ديال الغاز كويزينيه يعني كنطيب فيها، كنشعل غير من التحت
دائما قبل ما ندير الكيك، بعد الكيك اللي ما كنشعلوش حتى كندخلو الفران وغير من التحت، وكنخليه حتى كنشم الريحه، يعني كنعطيه الخاطر. كنزيد تما واحد شويه ديال الخل، واحد معلقه صغيره ديال الخل، خل عادي البنات، ماشي اي شرط يكون خل بياض ولا خل تفاح، لا ولكن الا كان هذوك حسن ماشي، ولكن انا داكشي اللي عندي راه كنخدم به. صافي تما من بعد ما قاديت تما داك الخليط ديالي، جبت هذا المول الطويل دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، وغنخوي داك الخليط كامل تما. حتى بالنسبه للكيسان راه ما وسختش كاع الكيسان بزاف، راه كاس اللي عبرت به الزيت، اللي عبرت به السكر، عبرت به الزيت، يعني ما جبتش الكيسان كاملين بهم. صافي هنا شوفوا الخليط خصو ما يكونش كيتقطع الخليط، الا كان وكتهزوا يديكم للفوق، كتهزوا يديكم للفوق وكتخويو باش داك الهواء كيتحيد. صافي هنا جبت الكونفيتير ديال الفريز، بقات لي واحد شويه تما، وغندير واحد الخط في الوسط هكا في الوسط ديال الكيك. جربوا البنات هذا الكيك هذا، انا راه كيسحب لي حطيته في القناه شحال هذه، ولكن راه حيت واحد المره كنت صورته ولكن ما نعرف، يمكن تمسحوا لي الفيديوهات وهذا وما حطيتوش، كانت عندي شي ظروف وانا كيسحب لي عندي في القناه، ملي بقيت كنقلب في القناه ما لقيتوش. صافي انا بغيت نوجدو هكا للدار، قلت علاش ما نصوروش للبنات، واخا البنات التفاعل راه ناقص، اللايكات ناقصين، الكومونتيرات ناقصين. بغيت غير نعرف واش انا ما نستاهلش الدعم ديالكم، ما نستاهلش. انا مرارا وتكرارا كنقول لكم ان هذه القناه محتاجه، واخا تشوفوني كنحط هاد الشيوات وهذا، يعني راه بزاف د الحوايج كنقصهم من راسي باش نحطهم، حيت انا كيعجبني هادشي اللي كندير، كيعجبني هادشي اللي كندير، يعني ما باغاش ندير شي محتوى اللي انا ما نرتاحش فيه، شي حاجه اللي ما كتعجبنيش ما نقدرش نديرها. وكندير هذا المحتوى هذا كيعجبني، ولكن كنتمنى الدعم ديالكم، كنتمنىكم نتوما ما تخسروا حتى شي حاجات، يعني تخسروا عليا اللايك، الكومونتير، البارطاج، المشاهده، والعيب والعار لا شي حاجه درتوها ما صدقتش ليكم كتبوها ليا في الكومونتيرات. واي نصيحه نتقبلها منكم، لان حنا دابا رجعنا عائله. انا كنبان ماشي ما كنبانش، غير ساعه ساعه صافي هكا كنصور الفيديو وكنلوحو، ولكن كما قلت لكم نتمنىكم نتوما تشجعوني وتدعموني باللايك ديالكم والبارطاج، والله الخاصه لا انا محتاجه هاد القناه هذه، وراه تنضرب عليها تماره وخسرت عليها فلوس، يعني راه هادشي باش تصوروا راه خصو فلوس، راه بزاف د الحوايج كنقصهم من راسي انايا، نقصهم من داري وكنصور لكم فيديوهات، واخا ما نكونش عواله نصور، ماشي تشوفوا القناه تدخلوا تشوفوا تقولوا راه صافي راه يعني راه العكس، راه انا كيعجبني هذا المحتوى ديال الطبخ، راه عليها كنصور هذا الشيء هذا، يعني كما كيقولوا كنبقى نشري ونخبع نشري ونخبع، ومن بعد نحط لكم داكشي اللي كيعجبني انا، واما احسن نحط لكم شي حاجه اللي زوينه وفي المستوى، اولا نبقى نهار كامل نشكي عليكم ونبكي عليكم ونعاود لكم غير المشاكل ولا ما نعرف. شوفوا بزاف القنوات شنو كيديروا وتبارك الله طالعين، وانا يعني انا ولا بزاف القنوات اللي بحالي كيحطوا بحال هادشي زوين، حنا اللي كنستاهلوا الدعم، والله العظيم لا حنا اللي كنستاهلوا الدعم وكنستاهلوا التشجيع. المهم هادشي اللي كاين البنات، ها الكيكه ديالنا من بعد ما وجدت، هنا راه الليل، راه حتى التليفون والله العظيم الا كنقول غير هكا ندخل شي حاجه من اليوتيوب نشري غير شي تليفون مزيان نصور لكم داكشي واعر، ولكن راه نتوما ما كتدعمونيش ما كتخليونيش نزيد لقدام. المهم سمحوا لي على الهضره اللي قلت لكم، هادشي اللي كاين البنات، نتمنىكم تجربوا هاد الكيكه ديال اللبن كاملين بكم، وما تنساوش البنات الله يخليكم ويسهل عليكم في هذا النهار، ما تنساوش اللايكات والبارطاج باش كتعملوا فائده للجميع، والمشاهده البنات والتفاعل راه طايح. وبسلامه.